أعزائي المغفلقين، أهلا بكم من النادي الأهلي الراعي الرسمي لفرحة المصريين، منافسا لبالميراس البرازيلي على المركز الثالث في كأس العالم للأندية. طبعا في ناس كتير تتمنى خسارة النادي الأهلي النهارده، بس هيكبسها لكم بن برازيلي بإذن الله. النادي الأهلي داخل أرض الملعب، والله أنت ما حد خبر لك من في اللعب، أشوف جلحتك أصدقك، أبص على لعبك أسبلك. الكرة مع النادي البرازيلي، الكرة معجبة من ناحية اليمين، هوبا بسرعة يشلط من قدام الواد عمرو بالسولية زعيم. طبعا الجماهير المصرية مساندة للنادي الأهلي في كل مكان في انحاء الدنيا، ودايما جمهوره ده حماه. ناشئ نادي الزمالك السابق ازر ابراهيم يديها لايمن ابو اشرف، ايمن ابو اشرف هوبا يطلع اللعيبه على طول. وهي ولاد ده احنا رقصنا الغوازي بتوع اللعبه، عايزين ايه تاني؟ وعمر ابو السوليه يزرق بالكوره، هات شمط جون على طول، واشمط لكن تعدي جنب المرمى على طول. ها ما تضحك، اما يدوك يوميك على الضحك عندك. بيمين انا حاسس انك هتجيبها لنا مكيسه وملفوفه لفه هديه يا شيخ، ياكش تكون هبيت جوا المرمى. قوم يا ابوي اقدر لك مصلحه، ولا اصنع لك هدف، ولا اجيب لك هدف حتى بدماغك ده. محمد ابهاني يرفع والسوليه يكمل مره واحده، لكن الجون يترب عليها ويتلفاها ابن اللذيني، وابو خالد يكمل لكن الحكم يحسبها تسلل. طبعا محمد ابهاني بيقدم مباراه خياليه يا جدعان، خط وسط الاهلي ودفاعه معنجرين جدا في البطوله. مشكلتنا في الهجوم، ما عندناش مهاجم يخلص يشمط على طول. وصلنا لركلات الشمط الترجيحيه، واللعبه لعبتك يا شناوي، هنتقلوا عليك معلش. وعايزين رجاله تطرش طرش في الجون، تشرك الشبك الشريك. الاسد الاطلسي بدر بنون السلطان داخل ويشمط على طول. يا راجل الثقه دي يا راجل، بكام يا راجل؟ ربع كيلو الثقه. روني داخل، والاسد بتاعنا يقلع عليها تلفاها مجحمر والله يا ولد الشناوي. وعمر ابو السليه يرمح ويشمط لكن تطلع برا، ولا يهمك ابو السليه، عايزك تقطعها مروان محسن وهو داخل ويشمط لكن تاجي في العرض الشمال زي بعضه مروان، وضيع براحتك مش مشكله، ان شاء الله ربنا يسهلها قريب. تحتاج تطلع بس وتروح نادي تاني عشان تتخلص من الضغوط. ابو خالد داخل ويشمط في حلق الشبكه، ادوله اسبوع مكافاه من غير مسحات. والبرازيلي داخل والشناوي ينجح ويتلافى، وخلصت الاهلي ثالث العالم يا ولاد. مباراه اسطوريه للشناوي، وطبعا لازم ياخد مان اوف ذا ماتش. امال ايه ده لو ما خدهاش ده كنا خدنا الجماعه ورحنا خربناها في قطر. مالك يا ولد يا حمدي زعلان؟ راهن بيتكم ياك يا ولدي، ده انت واخد ثالث العالم ببوز ليه. انجاز تاريخي يتحقق للمره الثانيه ما بين 6 مشاركات للنادي الاهلي في كاس العالم للانديه. الجيل ده مش هيخش دماغي غير لما يكون في مهاجم يخلص قدام المرمى. ما تخافش يا ابو معلول، اصليه بيمين، بس اطلع بس احتفل وبعد كده نروح نشوفوها اصلي ولا من تقليد ولا ايه، نروح نودوها للصاغه. موسيماني طبعا من ساعه ما جه الاهلي وهو مقضيها رقص، بيرقص رقص من ساعه ما جه الاهلي، ما رقصوش في كتب كتابه.